4 ايام كتست نحقق رقم زي ده. طيب حاليا دلوقتي انت شايف محاضرة مسجلة مش شايفها لايف، لكن هي حاليا لايف ازاي؟ دلوقتي انا بسجل الساعة 10:20، يعني الساعة 10 ونص، داخلين في الساعة 10 ونص دلوقتي. طيب ليه؟ لان الساعة 10 ونص انا محتاج اعمل اعلان الساعة 12. يبقى انا النهارده دلوقتي دلوقتي حالا بعمل اعلان قدامك لايف، وهبدا ان انا اتكلم مع العملاء وابدا اشوف هل فعلا انا عملت فلوس ولا لا، وهعمل كام وكل حاجه بالتفصيل، بحيث ان انت تشوف كل حاجه قدامك لايف. اي نعم انت شايف المحاضره مسجله، بس انا دلوقتي حالا لايف يعتبر، بس همنتج الفيديو مش اكتر، عشان طبعا في حاجات كتير بتتعمل وي 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 فانت عايز تشوف الخلاصه من الاخر. طيب الاعلان اللي انت شايفه ده، زي ما انا وعدتك في البدايه خالص، قلت لك ان احنا ما بنعديش 3 جنيه الكوست بير مسجز يعني، فزي ما انت شايف كده 2.43 قرش، يعني حرفيا رقم لا يذكر يعني. عشان كده احنا بنعمل اعلانات، يعني زي ما انت شايف الاماونت سبينت عندي 1431 جنيه، وجالي كام واحد يعني هنا زي ما انت شايف في الريتش 37,000 و59,000، وريزلت هنا 950، اللي هو المسجز كلمني 590 شخص. فاللي انت بتتكلم فيه ده رقم كبير جدا جدا جدا. فيعني اللي فاهم كويس عارف ان ده حاجه اعلان، يعني زي ما بيقولوا كده الاعلان ده ما ينفعش يتقفل يعني، تمام؟ ولكن احنا قفلناه عادي لان احنا كده كده يعني متمارسين في الموضوع ده، تمام؟ طيب نعمل كرييت هنا اول حاجه. طيب يعني ايه كرييت؟ يعني انا دلوقتي عايز اكريت كامبين، وركز معايا ارجوك علشان الكلام ده مهم جدا. انا فاتح معاك لايف، يعتبر فاتح لايف حاليا علشان نعمل اعلان مع بعض، الاعلان ده فعلا يحقق مردود كويس جدا. طيب عندك حاجه اسمها تشوز ا كامبين اوبجكتيف. يعني ايه؟ يعني دلوقتي اختار هدف الحمله. هدف الحمله دي اويرنس، يعني تخلي الناس تعرفك، او وعي، يعني توصل الناس بيك او تعرف الناس بيك بس، ولا عايزه ترافيك؟ يعني انت عندك ويب سايت وعايز زيارات كتير جدا او يجي لك ترافيك كتير جدا جدا على الويب سايت، تمام؟ طيب انجيجمنت يعني لايكس، مشكله كبيره جدا بيقع فيها ناس كتير، يقول لك طب الانجيجمنت ده انا بعمل اعلان رسائل عليه، غلط. جيلي بادجت لو انا هدفع في اليوم ده، لو انت عايز نتيجه سريعه، عايز مرحله الليرنينج اللي احنا اتكلمنا عنها المحاضره اللي فاتت، اللي هو ايه مرحله الليرنينج دلوقتي، لو انت هتعملها لايف تايم، يعني انت بتقول انا عايز اشغلها على مثلا شهر، اشغلها على اسبوع، لا انا عايز اديلي بادجت يبدا ان هو يعرف مين هو الكلاينت بتاعك، يبدا يجيب لك مردود اسرع. لا انا ما عنديش ابلكيشن ولا عندي ستور ولا اصلا عندي ويب سايت، فانا هشغل ايه؟ هشتغلها هنا على مسجز بس، رسائل. يبقى انا عايز الكامبين دي رسائل بس. طيب الرسائل دي على ايه؟ هننزل تحت هنا كده زي ما انت شايف، طبعا انت عندك هنا البادجت، عندك هنا مش عارف ايه، كل ده احنا هنتكلم عنه. طبعا انت عندك هنا كذا حاجه، بس احنا عايزين بس نيجي على الحاجه المهمه جدا جدا جدا. دلوقتي هنا بيقول لك فيسبوك بيجز، يعني انت النهارده عندك كذا بيج، تمام؟ طبعا انت هتبيع عندي معايا هنا في كورس النيو كذا حاجه، يعني هتبيع اشتراكات، هتبيع منتجات رقميه، هتبيع خدمات، حاجات كتيره جدا. فانت النهارده عايز تبيع كل مثلا بيج مثلا تخصصها في حاجه معينه، فدلوقتي الصفحه دي ما تخصناش دلوقتي خالص، احنا عايزين صفحه تانية. كل دي البيجات اللي موجوده عندي، فالبيجز دي انا مش محتاجها، انا محتاج اللي هي بامو كومباني دي دلوقتي، تمام؟ طيب اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان انا عايز استخدم ماسنجر او انستجرام او واتساب. انت ممكن تختار في البيهافرز حاجات تانية مختلفة، ولكن أنا مش عايز أعقد عليك الدنيا، نخليها بس كده بالمنظر ده، تمام؟ طيب بعدها تعمل إيه؟ بعدها أنت مش محتاج تعمل أي حاجة لأن ال AI أصلا بيساعدك في الموضوع ده. طيب ندخل هنا على البليسمنت دي بقى، لازم نقفلها يعني احنا مش محتاجين خالص الادفانتج بلس، زي ما انت شايف كده طول ما هي باللون الاخضر يبقى هو شغال الذكاء الاصطناعي، فاحنا مش محتاجينه في البليسمنت اللي هو المكان اللي هنضيف عليه فعلا الاعلان. فهنيجي هنا على شور مور، وبعدها هنا عندك زي ما انت شايف هنا كده الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. طيب خلينا نراجع تاني، زي ما انت شايف كده احنا عملنا ايه؟ عملناها البيج بتاعتنا اللي احنا هنعمل عليها اعلانات، وهنخليها هنا، ودي مهمه جدا، ركز ركز بالله عليك ركز، عشان في ناس كتير كتير بتغلط فيها من بعد تحديث اندروميدا، الموضوع بقى متغير. هنا عندك بيقول لك ثنائي، انت هتخليها مثلا ويب سايت مع الابس مثلا وهكذا، لكن لا انا عايزها سنجل. يعني انت لو جيت عملت منيو دلوقتي وبعدها جيت على باكج الملوك مثلا، عندك البرامج وعندك شركاء بيع وعندك تواصل مباشر وعندك السيستم البيعي، اضغط على السيستم البيعي ده لو انت هتبيع الكورس مع كانفا، تمام؟ هتختار هنا الكورس مع كانفا بالمنظر ده، هتلاقي عندك هنا رسائل، دي رسائل جاهزه، مفيش حد بيعمل كده يعني، انا عملت قلت لك خد الرسائل اهو، اتفضل خدها وابدا بيع بيها. طيب عندك الكونتنت، هو ده اللي احنا هنحتاجه دلوقتي. عندك كمان الكوبي، خلينا نرجع بس، الكوبي ده اللي احنا هنضيفه اللي هو الكابشن، تمام؟ فاحنا بنخلي دلوقتي الكونتنت. طيب الكونتنت الاول بيقول لك كونتنت معتمد، يعني تقدر تستخدم الكونتنت دي، شوف
يعني الحمد لله البوت سريع جدًا، جدًا الحمد لله يعني، فده هيبقى أسرع لك وأحسن لك بكتير، لكن إحنا هنستخدم الcontent وبعدها content معتمد. بُص المونتاج عامل إزاي عشان بس أفهّمك إن أنت فعلًا معاك منظومة محترمة شغّالة معاك، فعلًا بتساهم معاك في أي حاجة أنت محتاجها، بحيث إن أنت تعرف فعلًا تحقق مبيعات، فما فيش حد بيعمل كده فعلًا، وزي ما قُلت لك ده system مش مجرد كورس بس. أتمتة والautomation والwork flow والكلام ده طبعًا زي ما أنت شايف كده N8N بنشتغل عليه عادي جدًا زي ما أنت شايف كده، ممكن تعمل ده بالواتساب عادي جدًا. تمام، لو أنت هتشتغل واتساب، لكن ده نظام مؤقت أنت ممكن تعملها يدوي، العميل بس يبعت لك كلمة بتبعت له على طول من الquick replay يعني، تمام؟ طيب، وطبعًا أنا هابعتها لك برضه ما تنساش، يعني أنا في الفيديو تحت برضه هابعتها لك مع إن أنا يعني شرحتها لك بالفعل، رغم إن أنا فعلًا شرحتها لك قبل كده يعني، فاهم؟ فالموضوع سهل جدًا. أول حاجة هنا خلّينا نرجع تاني على الbot. أول حاجة رسالة الترحيب بتعمل كده، وبعدها بتختار رسالة الترحيب طبعًا بتتبعت زي ما أنت شايف كده، بتاخدها copy وبعدها بتضيفها في رسالة الترحيب تمام، اللي هو welcome to message. في بس تريكاية مهمة جدًا، جدًا، جدًا. الsend message طبعًا هو الcall to action يعني هنا بيضغط على إيه، send messenger مثلًا أو أنت ممكن تعمل book now learn more. بس هو الأحسن إحنا خلاص عملنا duplicate للcampaign بتاعتنا، دلوقتي الcampaign كان فيها adset، دلوقتي حاليًا بقت فيها 2 adset، يعني إحنا كان عندنا adset واحدة دلوقتي بقى في 2، يعني كده مجموعة إعلانية فيها إعلانين، تمام؟ عشان بس أفهمها لك عشان في ناس مش فاهمة يعني إيه إعلانات أصلًا، فأنا باوضحها برضه من البداية، تمام؟ يبقى كده الadset 1 adset 2. طيب مكتوب عليها copy دي اللي إحنا لسه عاملين لها duplicate دلوقتي. طيب والله أقسم بالله علشان بس يعني أكون صادق في كل كلمة باقولها، اللي أنا باعمله ده هو اللي أنا باشتغل بيه، يعني أنا مش جايب لك كلام من عندي ولا بازوّد من عندي ولا بانقّص من عندي، كل حاجة فعلًا أنا باورّيها لك، ففعلًا هو ده اللي أنا باعمله. في إيه الtemplates دي، هنيجي هنا نضغط عليها بالمنظر ده، هنعمل edit وبعدها هنا طبعًا أنت بيبقى عندك واتس، لإن أنا باعمله على الماسنجر، أنت ممكن تعمله واتس عادي جدًا. أنا هاشيل الكلام ده كله، هاكتب خصم 70% على كورس الربح من الجرافيك والعمل الحر مع account canva pro. طيب خلاص كده تمام، بنيجي هنا نكتب إيه، بنكتب هنا كلمة مهتم. طب أنا ليه كتبت كلمة مهتم؟ لإن أنا أساسًا عامله في ميجو شات اللي هو البوت الذكي بيبدأ يبعت للعميل على طول بشكل مباشر، طبعًا إحنا هنشيل الكلام ده إحنا مش محتاجينه هنا، نعمل طبعًا هنا بنشيل الinvite people call يعني علشان خاطر ما يرنش علينا، فإحنا بنخلّيها هنا زي ما أنت شايف كده، ممكن تعملها كده، ممكن تعملها كده، وبعدها بتسيبها كده عادي جدًا، هو بيكتب كلمة تفاصيل عادي، تمام؟ لكن أنا بصراحة أفضّل إن أنا أكتب كلمة مهتم، بحيث إن الclient لمّا يضغط كلمة مهتم وأنا ضايفها، طبعًا إحنا اتكلمنا عن ميجو شات، لو أنت هتشتغل بالAI تخلّي الذكاء الاصطناعي هو اللي يرد مكانك، إحنا عاملين المفتاح أو الكلمة المفتاحية هتكون كلمة مهتم، فلمّا يضغط على كلمة مهتم ييجي له الرسالة اللي أنا أساسًا عاملها على ميجو شات، اللي هو الرسالة التسويقية اللي أنا ضايفها لك من خلال البوت، تمام؟ طبعًا الرسايل كاملة عندك. طيب هننزل تحت هنا وبعدها طبعًا إحنا عملنا كل حاجة تمام، بعدها بنعمل هنا next تمام؟ طيب بعدها إيه اللي بيحصل؟ بعدها بتعمل هنا publish. خلّيني أنا باصوّر من بيتي برضه وأقول لك إن إحنا بتوقيت مصر دلوقتي حاليًا الساعة 08:00. حاليًا دلوقتي إحنا قفلنا الكامبين وخلّينا نشوف بقى إحنا حققنا كام وكسبنا كام وخسرنا والّا لأ، كل حاجة بشكل متكامل. فهي تجربة جميلة جدًا، طبعًا إحنا قعدنا من 3 أيام ل4 أيام، فخلّينا نشوف مع بعض الرقم اللي إحنا كسبناه وإزاي اتكلمنا مع الclient وإزاي إن إحنا فعلًا قدرنا نبيع الخدمة اللي إحنا كنا بنقدمها اللي هي تبع system الملوك، وخلّينا نشوف مع بعض كل حاجة خطوة بخطوة. يالّا بينا، يالّا بينا. طيب حاليًا دلوقتي الساعة 08:05 بتوقيت مصر، يعني أنا كنت لسه باصور لك باقول لك الساعة 08:00 يعني فات 5 دقايق بس، خلّينا ندخل كده ونشوف إحنا كسبنا كام، وفعلًا نشوف الناس اللي دفعت لنا فلوس. طيب خلّينا نشوف كده ندخل على فودافون كاش، طبعًا إحنا كنا عاملين الكامبين بتاعتنا في مصر مش في مكان تاني، طبعًا لو كان في دول تانية كنا كسبنا أكتر وأحسن بكتير جدًا، لكن 4 أيام كtest نحقق رقم زي ده، خلّينا نشوف الرقم ده كام، بحيث إن إحنا نتأكد بشكل متكامل. طيب حاليًا دلوقتي إحنا عملنا 8013 جنيه، طبعًا الكاش كان عليه بالضبط 180 جنيه، يعني إحنا دلوقتي كسبنا قُل بالضبط كده 7900 جنيه، فده رقم كويس جدًا، 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 جدًا. طيب خلّينا نشوف بقى إحنا بِعنا إزاي، وإزاي أصلًا ما كانش في حد يعني بيسأل عن التفاصيل كتير. طيب وخلّينا نشوف مع بعض عينة صغيرة جدًا من الclients اللي فعلًا كلمونا وتواصلوا معانا، بحيث إن إحنا نشوف تجربة متكاملة واقعية، بحيث إن في ناس ممكن تقول لك إن ده رقم fake ممكن أنت تكون شاحن لنفسك أصلًا. فخلّينا نشوف، وأنا باقول قسمًا بالله، قسمًا بالله وده أتحاسب عليه يوم الدين، إن فعلًا والله العظيم ما حطيت رقم ولا جنيه واحد بس في الكاش بتاعي علشان خاطر أطلّع لك رقم زي ده، وأنا باحلف بالله وباقسم بالله وده قسم
اتحاسب عليه يوم الدين. خلينا نشوف اول واحد ده اشترى مننا زي ما انت شايف، ده رقم التليفون فعلا بتاعي، ده حول 500 جنيه. تمام، لحظه ومش عارف ايه الكلام ده كان امتى، الكلام ده امس اللي هو امبارح يعني. تمام، احنا دلوقتي يعني زي ما انت شايف كده انا بصور لك من الساعه 8 لحد الساعه 8:39 الاحداث بشكل متكامل، بحيث ان انت تشوف كل حاجه لايف يعني قدامك واقعيه. طبعا المحاضره متسجله، ولكن انا بوريها لك برضو لايف بحيث ان انا بتوقيتي انا فاهم. بس هنا عندنا برضو البشمهندس كان دافع لي برضو فلوس زي ما انت شايف كده 200 جنيه، طبعا باسم الاستاذ محمد. طبعا مش هينفع ان احنا يعني نوري الرقم او الكلام ده كله، بحيث ان دي طبعا ارقام شخصيه فمش هتنفع يعني. الراجل ده دفع 200 جنيه. طبعا انا بقدم الخدمه اللي هو كانفا برو، وكمان الاكونت، وفي نفس الوقت كمان السيستمز، وفي نفس الوقت كمان اشتراكات زي تشات جي بي تي وكذا اشتراك يعني. حتى هتلاقي الاسعار مختلفه. طبعا انا عامل كذا كامبين، مش كامبين واحده بس، فدي حاجه بسيطه جدا من ضمن اللي احنا فعلا حققنا منهم مبالغ، بحيث ان انا اوري لك كل حاجه. وزي ما انا قلت وقسمت فعلا ان ما في جنيه انا ضفته في الكاش علشان خاطر اوري لك او علشان خاطر اضحك عليك يعني. ولكن حرفيا حرفيا كل دي فعلا ناس دفعت فلوس من غير اي تضليل، من غير اي كذب، من غير اي خداع. حبيت ان انا اصور تجربه متكامله او زي ما تقول كده فلوج من البدايه للنهايه. وخلينا بقى نيجي لاخر خطوه، نسحب الفلوس اللي احنا فعلا استلمناها.